لكن اللي انا عايزه احكيه لكم ان مثلا على ماذا لو عاد معتذرا. انا حصلت لي الموضوع ده، ارتبطت باحد الاشخاص 3 سنين مخطوبين، بس المخطوبين ايه، مش 3 سنين مخطوبين، احنا اون اند اوف، رايحين جايين، نرجع لبعض شهرين ونتخانق ونسيب بعض، وساعات بيبقى هو غلطان ساعات ببقى انا غلطانه. بس انا لما ببقى غلطانه، انا حتى لما بغلط مع ابني انا عندي ثقافه الاعتذار، ما مش بتحرج منها. لا دي حاجه كويسه جدا يعني، جدا دي من اهم سمات الشخصيات طبعا. الانسان المتصالح عن نفسه، الانسان المحترم. يعني انا كده على فكره والله، انا اعتذر لاي شخص انا كنت اسأت ايوه. إليه. اصل ايه المشكله يعني، احنا يا جماعه بشر وبنغلط طبيعي يعني. لا المشكله بقى ان في بعض الناس والعياذ بالله اللي هي دي انا بعتبرها تحت بنود يعني ربنا يعفو عنهم، ده المرض النفسي، ان انت بتبقى بتحب الشد والجذب مع شريك حياتك، لازم يبقى في اكشن كده. لا انا ما اقدرش، انا ما اقدرش على كده بصراحه. لا. يعني عايز حد بقى ايه لسه فاضي وعنده خلق. لا احنا في ناس بقيت اكتشفت انا برضو يعني في تاريخي برضو علاقاتي الضئيله اللي عرفتها يعني كان في شخصيات كده تحب نتخانق ونشد وممكن نفرج الناس علينا، وانا ما بحبش كده يعني. ليه كده الشو ده؟ ما اكتشفت ان هي دي آفة، يعني دي آفة في الشخصيه. أيوة هي بتحب كده، فلا طبعا دي شخصيات انا بعتبرها ربنا يعفو عنها يعني شخصيات مريضه، دي مش عايزه تعيش ومش عايزه تعيش في روقان وعايزه تعمل الاسره يعني. والاحترام بقى يا كريم يعني بيبقى انا عايزه اتكلم عن حته الاحترام اللي بتبقى ما بين الراجل ومراته او الراجل وخطيبته. يعني ربنا يدي لابويا الصحه، ان واحنا مخطوبين انا واللي هو بابا والد ابني بنبقى قاعدين عادي قدام بعض، فبنهرج بالكوشنز ونقعد نضرب بعض. بابي انا فاكره كويس قوي قال لي بلاش كده. ليه بقى؟ وانا كنت قاعده اقول ايه ده في ايه وعادي، لكن اكتشفت ان الكلام ده صح. ليه بقى؟ حته الاحترام لما بتتكسر، يعني بتنكسر كده ما بين راجل ومراته، راجل وخطيبته، ما بين صحاب، العلاقه دي لازم تنتهي فورا. ما ينفعش ان احنا نكمل فيها خلاص. فالاحترام حتى لو انا وانت زمايل، حته الاحترام دي اتكسرت ما بيننا، لا خلاص طبعا. ما ينفعش. بصي الاحترام ده شيء ما حدش يقدر يختلف عليه، لان اي حاجه ممكن تتحل الا ان انا ممكن اجرحك وتجرحني، اشتمك تشتمني، يعني دي مش لطيفه بالذات في العلاقات الزوجيه. انا شايف ان دي بتدمر اسر. بص هو الرسول عليه الصلاه والسلام قال لك ايه يعني اهم حاجه الموده والرحمه. الموده اللي هي ايه، انك تروح تودها، وانك انت لما هي تبقى تعبانه ممكن تشيل عنها، بس مش لازم تغسل يعني وبتاع. لا ممكن يغسل وينظف ويكنس يعني مش لازم تغسل وتكنس يعني، مش للدرجه. ولو ان برضو في ناس بتعمل كده، وانا شايف ان ده يعني عند الله احسن. لما تكون الست بتقدر انك بتعمل كده، مش اللي هو تاخده حق مكتسب بقى برضه. شايفين النظره لما الست تبقى تقدر، لازم الست تبقى مقدره ان انت بتساعدها بحبا مش اجبارا. ما فيش اوردر يتقال لي يعني خش اغسل بقى النهارده، اصل انت غسيلك ست اكلك حلو قوي يا بيبي لا ما عنديش كده. طب والنبي لو اتقال لك انا ممكن اعمل اي حاجه غير الغسيل. يعني انا ممكن انا بحب المطبخ واحب الاكل واحب اقعد اعمل حاجه النظافه والشياكه، لكن غسيل ومكوى والكلام من ده مش باوردر يعني بمزاجك. لا انسي. طيب يعني برضو نطلع من كلام كريم بايه؟ الموده والرحمه. وبعدين انت يا ست كده يا حلوه يا قمر كده تعبانه، مش قادره تعملي حاجه النهارده، ما تروحيش تقولي له انا تعبانه مش قادره اعمل حاجه. لا الطريقه حبيبي بليز انا تعبانه، ممكن تعمل لي كذا. طب ممكن يا حبيبي ناكل النهارده، طب ممكن تعزمني النهارده، او تعالى انا عازمك بره على الغدا على حسابك، انا عازمك على حسابك ودبسيه. ايوه فين حته الذكاء الاجتماعي دي يا جماعه؟ لازم تبقى موجوده عندنا احنا كستات يا جماعه. طفل والله الراجل مننا طفل كبير والله والله العظيم 3 مش هزار. الطفل انا ابني هو طفل كنت بزعق له وبتخانق معاه وممكن عادي اضربه. لا تضربيه ده انت كده ضيعت شخصيته خالص.